السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الياسمين أو مساء الفل. على كل حبايبي اللي بيشوفوني. جاية لكم فيديو جديد النهاردة. ايه بقى الفيديو؟ قلت اجدد اوضه الاطفال بتاعه الولاد. قلت اجدد اوضه الاطفال بتاعه ولادي عمر ومحمد. انا كنت جايباها اللون ده عشان ساعه ما جبتها كنت حامل في محمد، وما كنتش اعرف لسه نوع البيبي، فاللي هو ايه، طب اجيبها لون ولادي، طب ما ممكن اللي جايه تكون بنت، طب اجيبها بناتي، طب ما انا معايا عمر، فما كانش ينفع. فيومها قلت اجيب لون محايد يمشي ولاد وبنات، اللي هو كان اللون الاخضر ده، وداخل فيه بينك شوية مع لون أصفر. مع الوقت ربنا كرمني بمحمد وقلت لا بقى اغير، وحسيت بصراحة اللون الاخضر ده مأيدني في حاجات كتيرة. يعني حاسة ان الستارة لون السرير لون تاني، فحبيت ان انا هدي من جو الأوضة مع التجديدات اللي انا بعملها في الشقة عندي. فقلت خلاص بقى امري لله، انا هعملها واجازف واعملها انا في البيت. بصراحة بحاجات بسيطة قوي. الدهان اللي هو العادي بتاع الأخشاب هوريهولكوا برضو في الفيديو. واستخدمت هنا رولة صغيرة. انتوا لو هتشوفوا في بداية الفيديو انا كنت لابسة لبس وبعدين لبست لبس تاني، لاني بصراحة الرولة اللي انا استخدمتها الاول كانت بتخلع كل شوية وكده. فاليوم ده ما كملتش دهان فيه، يعني عملت اول وش بس بالعافية عشان كل شوية تتخلع واركبها، وبعدين كملت في تاني يوم. تمام. تاني يوم خدته من اوله بقى، اللي هو ايه، كملت باقي الحاجات. باقي السريرين. اديتهم وش اللي هو كله عشان الغي بقى اللون الاخضر واللون اللي فيه ده، اللون التاني. خد مني كام وش عشان ينتهي اللون ده او ما يبانش خالص، خد مني 3 وشوش. اخد 3 وشوش بالظبط. واللون الاصفر اللي كان فيه كنت ناويه ان انا اخليه، عشان كده من الاول ما كنتش دهناه. بس بعدين لقيت لا، ده النجفة اللي هتكون في السقف درجة الأصفر بتاعتها فاتح، اللي هو أصفر كناريا، وده أصفر غامق. فبصوا حتى لو تاخدوا بالكم، أنا كنت بعد ما بخلص الوش بشغل المروحة عشان أحاول إيه، إن أسرع من عملية التنشيف، إن أنا أقدر إيه تنشف يعني، وأعمل وش غيره. تمام. فهتلاقوني بعد كده بعد ما سبت الأصفر لا هدهنه أبيض. هدهنهم ابيض وكلهم المربعات الصفرة دي، وارجع بقى اغير درجة الاصفر خالص اللي هو اصفر كناريا. وهتلاقوا ان ولادي برضو دخلوا في الفيديو حبوا يلونوا. بصوا هنا كل ما تدوا وش تاني، يعني وش زيادة، اول وش بتحسوا ان لسه اللون الاخضر اللي من تحت عاكس شوية، انما كل ما تدوا وش جديد هتلاقوا اللون بعد كده يبقى حلو قوي. الظهر بقى اديته وش واحد لان كده كده مش باين يعني. فقلت بلاش ان انا اهدر خامات على الفاضي، يعني مجرد اديتها وش بس، ما اديتهاش 3 وشوش زي زي الوش بتاع السرير يعني. استخدمت هنا الرولة. مفروض في الاماكن الضيقة دي بستخدم فرشة، في اوقات استخدمتها واوقات لا بصراحة. بصوا انا حاولت ان انا اسرع لكم الفيديو على قد ما اقدر عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم، بس النتيجة في الاخر بصراحة عجبتني جدا، يعني النتيجة لا كانت مرضية. بصوا اللمعة بتاعت الدهان حلوة جدا. وطبعا الزوايا والحاجات دي كلها اخدتها برضو معايا. آه وكل ما بينشف، كل ما اللون بينشف كل ما بيظهر جماله اكتر، يعني هيبان معاكم بعد كده هتلاحظوا الفرق. يعني انا هحاول اوريكم. بصوا الاجزاء اللي هي مدهونة وشين مثلا او اكتر، والجزء اللي لسه ما خدش عدد الوشوش كلها. بشجع اي حد ان هو يعمله، الموضوع سهل مش صعب. انا قلت فرصة بما اني بعمل تجديدات في البيت في الشقة عندي، وكده كده كنت فكة بقى السراير وكده، فقلت فرصة بصراحة ما اجلهاش او ما عطلهاش، ومن زمان نفسي فيها بصراحة. فلما كملتها للاخر حسيت ان الموضوع الحمد لله يعني طلع معايا حلو مش وحش. بصوا هنا بعد ما خلصت، بصوا الاجزاء الصغيرة دي كانت لسه ما اتعملش، كنت لسه هعملها، فديني بعملها برضو معاكم. الرولة الصغيرة مسعفة جدا جدا جدا، وبتبين الشغل حلو قوي. يعني ما انصحش حد ان هو يشتغل بفرشة بس، الفرشة للأماكن الضيقة بس، انما الرولة منجزة وفي نفس الوقت بتطلع الشغل شكله حلو كأنه مرشوش، زي اللي هي المكنة بتاعت الرش دي، بتاعت رش العفش. وقفت هنا وقلت اروح احضر الفطار. فطارنا ايه في اليوم ده؟ كشري مصري كان نفسهم فيه وبقالهم مدة طالبينه مني.
فانا كنت ناقعه بصراحه الحمص من قبلها بيوم، والعدس غسلته وحطيته يتسلق. بصوا الحمص و... وكان عندي طماطم طبعا من الصلصه اللي انا مفرزاها، طلعت منها كده كيسين محترمين كده، قلت اعمل بيهم الصلصه بتاعه الكشري. 3 اكياس كمان، قلت اعمل الصلصه بتاعه الكشري. بصراحه عملت كميه في اليوم ده. قلت بقى ادي للجيران بقى، كل سنه وانتم طيبين، لجارتي حبيبتي، واديت لماما برضو لازم ادوقها، لان الاكله دي على قد ما هي شعبيه بس بتيجي على بال كل الناس بصراحه. بصوا هنا اختصارا للوقت، سلقت المكرونه، انواع المكرونه مع بعض، مفيش اي مشكله طبعا. انا ما بعملش كشري حله الواحده، بس انا المكرونه عادي بسلقها مع بعض. سلقتها وصفيتها، حطيت لها شويه زيت كده عشان ايه ما تلزقش. وهنا الصلصه قليت تومه، ورحت طش عليها الكياس بتاعه الصلصه، واسيبها بقى تفك وايه، واظبط بعد كده توابلها. تحطي بقى التوابل اللي بتحبيها خالص، وتسيبيها تتسبك كده ايه مع نفسها. والعدس كان اتسلق معايا وصفيته وسندته على جنب. طبعا هي بتاخد مواعين كتير، بس بصراحة الأكلة بتبقى حلوة في الآخر. بصوا هنا بعد ما الصلصة بتاعتي اتسبكت حلوة قوي، طبعا مجهزة كل حاجة و... وسلقت البتاع ده، اللهم ذكرني، سلق عدس، ومجهزة المكرونة، وجهزت الصلصة بتاعتي، وفي نفس الوقت برضو سلقت الحمص بتاعي، كنت سلقته بعد ما اتنقع، ما بياخدش وقت في السلق. رحت عاملة الرز بشعرية. بعمل الرز في ايه؟ المفروض ان انا بعمله بعد ما اخلص البصلة، بس طبعا عشان انتوا عارفين يوم رمضان بيعدي بسرعة، وبالذات ان انا معايا شغل تاني، فما استنيتش بصراحة، عملته في حلة تانية. واللي وريتها لكم في الطاسة دي الشطة بتاعت الكشري. باخد يعني مغرفة او مغرفتين من الصلصة، واروح حطاهم. بصوا ادي الحمص وهو مسلوق، اروح حطاهم واحط عليهم شطه، واسيبهم يغلوا ايه حلو قوي لحد ما بتبقى طبعا حلوه. الدقه بتاعت الكشري بعملها ازاي؟ بقلي توم وبطفيه بالميه بتاعت سلق الحمص، ما ترموهاش، دي اللي بنعمل بيها الدقه. وطبعا حمرت البصله بتاعتي، ودي منظر الكشري. بصوا بعد ما غرفته، طبعا طبق فيه دقه وطبق فيه شطه، والله حلو جدا. واللي بيقول اكله بتاخد عك، لا، بس هي يعني انا عملت كله في نفس الوقت، فما اخدتش وقت معايا كتير، لان يومي كان مضغوط وكان عندي حاجات تانية اعملها. واكله حلوه جدا، وكل يعني ولادي بيفرحوا بيها، وجوزي، انا، حتى جارتي ولادها فرحوا بيها قوي، هي وولادها وماما عجبتها برضو. البصل عشان يطلع مقرمش معاكي، بعد ما تقطعيه رشي عليه ملح، واديله رشة دقيق، وقلبيه ونزليه بقى اقليه في الزيت، بيبقى تحفة تحفة تحفة، بيبقى طعمه جميل قوي. وكانت صحة وهنا الحمد لله. يعني اللي بيخاف ويقولك مش عارفة ايه هتاخد وقت، لا، ما خدتش وقت والله، الحمد لله. فطرنا وظبطنا معدتنا. وكنت دهنت المربعات اللي قلتلكوا عليها اهو. خليتها ابيض عشان طبعا درجة الاصفر اللي فيها كانت غامقة. لو كنت دهنت عليها الاصفر كناريا اللي انا عايزة اعمله، اللي هو الافتح، حسيت ان هو هياخد معايا وشوش كتير، ومش هيديني الدرجة اللي انا عايزاها. فقلت لا، انا اعمله زي بطانة بيضة، وبعدين ادي الاصفر على طول. وطبعا كنت خلصت كل الوشوش بتاعة السراير، اللي هي الاجزاء الطويلة والصغيرة وكله. هنا بوريكم البوية اللي استخدمتها، اللي هي JLC دي. وطبعا بخفها بالبتاع ده. بصوا ادي دي برضو لون الاصفر كناريا اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي اورينت، بويات اورينت. تمام. بصوا انا بحاول اوريها لكم عشان اللي عايز يشوفها، يعني حاولت اوضح لكم الاسم على قد ما اقدر. والدرجة دي اللي هي الدرجة الاصفر الفاتح دي، اللي هي اصفر كناريا دي. هوريكم برضو اول ما هفتحها، وهبدأ ان انا ايه، احط لها شوية صغيرة من الازازة دي، وابدأ افكها شوية بخشبة كده. طبعا عشان المربعات دي صغيرة، هستخدم لها الفرشة الصغيرة دي، مش هتنفع الرول طبعا، عشان اقدر اتحكم فيها وما تطلعش بره. بصوا ده بيبقى شكلها اول ما فتحت العلبة، قبل ما اضيف لها اي حاجة. وهنا اضيف لها جزء صغير جدا زي ما هتشوفوا كده.
واقلبها بخشبة كده. واي نقطة انا بكون حاطة قماشتين جنبي، قماشة لمسح الارض لو نزلت عليها اي حاجة، وقماشة تانية انا وبدهن السرير لو طلعت اي حاجة من بره بحاول اظبطها بالقماشة كده عشان ايه ما تقعدش على الابيض يعني وتغير من لونه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عمر كان متشجع قوي للفكرة وكان حاببها، عمر ابني. بس كان شرط ان هو يا ماما انا عايز الون معاكي. قلت له خلاص تمام. قلت بصراحة يعني اوضتهم ولازم يشاركوا فيها ويلونوا، دي حاجة حلوة جدا. انا بحاول ان انا اعودهم بصراحة يساعدوني في اي حاجة لما بيقول عليها، ما بقولوش لا، يعني بحاول ان هم تبقى ايدهم بايدي. ولما يحس ان هو اوضته وعمل فيها حاجة الموضوع بيختلف والله. يعني حتى بعد كده لا حافظ عليها، انت تعبت فيها مش عارفة ايه، الموضوع بيفرق. وزي ما بوريكوا كده اي حاجة تطلع بره مفيش اي مشكلة بنمسحها بحتة قماشة، لان كده كده اللون الابيض اللي حواليها ده كله ناشف. فانا بحاول احدد لهم الحروف اللي من بره واخليهم يلونوا من جوه. وطبعا بما اني عمر لون يبقى اكيد محمد لازم يلون، مش هنزعله يعني. ربنا يبارك في ولادنا كلنا يا رب. وحاولوا شجعوا ولادكم لما يكونوا حابين يجربوا حاجة خليهم يجربوها، مش هيحصل اي حاجة بدل ما تقولوا لهم لا. بصوا انا حاولت ان انا ما اسرعش الجزء ده قوي عشان تشوفوهم وهم بيعملوها. هنا حددت لهم برضو، وهسيب برضو عمر يكملها عشان قال لي يا ماما انتي خليتيني اعمل مربع واحد بس وانتي اتفقتي معايا ان انا الون السرير بتاعي. رحت قلت له خلاص مفيش مشكله. بصوا كان فرحان جدا وهو بيجربه في اليوم ده. المهم نرجع لموضوعنا تاني. واي تجديد حابه تعمليه في بيتك طالما بامكانيات بسيطه ومتاحه ليكي وقادره ان انتي تعمليها اعمليها وما تتردديش. يعني انا كنت خايفه جدا ان انا اجرب والسرير هيبوظ ومش عارفه ايه، وبعدين رحت قلت ايه والله لا اجرب اسيبها على الله، رغم ان انا مش خبيره في الموضوع ده خالص على فكره. بس قلت مش مشكله خليني اجرب واشوف، وان شاء الله يعني ربنا مش هيخيب تعبي كده وهي يعني هينجحني في الموضوع ده. والحمد لله فعلا النتيجة طلعت حلوة وكل اللي شافها والله عجبته بجد. وان شاء الله انا هحاول انزل لكم التغييرات اللي انا عاملاها في الشقة عندي التجديد. بصوا ده محمد، فانا كنت بحاول امسك ايده عشان طبعا محمد اصغر بس حب يجرب. حاول بعد كده انزل لكم التجديدات على كام فيديو كده اجزاء، يعني عشان طبعا طويلة انا عملت تغييرات كتير بصراحة. وبعد كده بعد ما اخلص خالص ان شاء الله، بعد ما اخلص ادعولي ان شاء الله اخلص كده قبل العيد يا رب ان شاء الله. لو خلصت ان شاء الله وظبطت الدنيا كلها وظبطت الدنيا كلها وخلصت، هعمل لكم زي جولة في البيت بعد الفرش. هيبان طبعا الاختلاف قبل وبعد، هتبقوا شايفين انتوا طبعا في الفيديوهات. المربعات الصغيرة دي انا عملتها ما خليتهمش يعملوها لاني فعليا هي صغيرة قوي، يعني هي يمكن باينة في الكاميرا اكبر شوية بس لا هي صغيرة قوي. فقلت قلت اعملها. تمام. الكلام ده كله كملته امتى؟ كملته بعد الفطور. طيب بالنسبة للاجزاء الصفرة دي خدت معايا كام وش؟ برضو اديتها 3 وشوش، بس دي اديت اول وش كان بعد الفطار قبل السحور، على ما جه وقت السحور كده كانت نشفت، فاديت الوش التاني. والوش التالت اديته تاني يوم بصراحة، يعني ما يعني خلص الفينش بتاع اللون الاصفر ده كان تاني يوم خلص. اخر وش عملته تاني يوم الصبح، وكانت معايا السراير جاهزة كده ان هو كنت بفكر ان انا احط لون تاني معاها زي ما كان السرير في الاول 3 الوان، بس بصراحة عملت اللونين دول وقلت يعني بعد كده لو حبيت ان انا اضيف مفيش مشكلة. بس بما اني مضغوطة الايام دي في توضيب حاجات كتير فقلت تمام هم شكلهم كده حلو جدا. يعني بصوا المنظر الشكل النهائي والله العظيم تحفة تحفة. وعلى الطبيعة الكاميرا ظلماه، يعني على الطبيعة احلى بكتير كمان. كده كده هيبان